السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. معاكم اسرار المطبخ مع جنى. رجعت لكم النهارده بوصفة جديدة وفيديو جديد. فيديو النهارده فيديو كده على السريع، هنعمل مع بعض كده شوية رز بالشعرية، انما ايه تحفة. في بنات كتيرة بيطلع معاهم الرز مش مظبوط، الرز معجن تمام كده، وكمان الملح بيطلع معاهم زياده ناقص. كل ده هتشوفوه معايا جوه الفيديو. قبل بقى ما نخش نشوف الطريقه ومكونات ايه الرز الخطير بتاعنا دوت، لايك اشتراك تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي الجديده اللي بنزلها. يلا بينا بقى نخش نشوف الطريقه وايه ومكوناتنا على طول. نقول بسم الله حبايبي ونسلي بينا على الرسول ونخش على وصفة النهاردة على طول. معايا كده حلتي على النار، حطيت كده شوية من الزيت وكمان مكعبين من الزبدة، ونزلت دلوقتي بكوباية من الشعرية. طبعا بقى هنا التقليب المستمر كده في الشعريه عشان تطلع كلها لون موحد، تاخد اللون الذهبي اللي حضراتكم شايفينه كده. خلاص كده بعد ما الشعريه اتحمرت معانا وخدت اللون الموحد الذهبي دوت، هنا بقى غسله 3 كوبايات من الرز. غسلت الرز كويس، ولازم تصفي الرز كويس جدا جدا تمام. وبعد كده هنزل دلوقتي بالملح بتاعي. الملح بقى ايه، انزلي كده بسنه سنه من الملح ودوقي وظبطي ملحك حسب الرغبه. تمام. حطينا بقى الملح، هنبدا بقى نقلب الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا جدا جدا. لازم يا جماعه تقلبي الرز شويه كده عشان الرز يشمع معاكي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. ودلوقتي بقى هنزل بالميه بتاعتي. مقدار الميه ما تحطوهوش مره واحده، سقسقي كده، انزلي بشويه وقلبي تمام عشان ما يطلعش الرز معاكي معجن. ما تنزليش بكميه الميه مره واحده، انزلي بحبه ميه كده وقلبي. احتاج تاني هتروحي حاطه يا ست البنات زي ما انت شايفه كده. المهم مقدار الرز عايزينه كده عقله صغيره كده على وش الرز. تمام يا دوبك الميه تغطي وش الرز بحاجات بسيطه زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بقى لو متوفر عند حضرتك شوربه تقدري تحطي نص الكميه شوربه. لو مش متوفر عندك زي كده عملناه بالميه، غليت الميه كده في الكتل وحطيت ميه سخنه على طول. تمام. انا بحب اعمل الرز بالميه السخنه، بيطلع طعمه خطير يا جماعه اقسم بالله، وما بياخد ولا وقت ولا اي حاجه. تمام. هنا بقى لو حطيتي بقى شوربه، الشوربه هتحطي نص الكميه الشوربه والنص التاني هتحطيه ميه. تمام. حطينا بقى ميتنا. نرجع بقى لايه للرز بتاعنا. حطينا بقى ميتنا يا ست البنات. نبدا بقى زي ما قلت لك نحط الميه شويه بشويه لحد لما وش الرز ايه يتغطى من ميه. هنخليه بقى على نار هاديه لحد لما الرز يبدا يقل كده، الميه تبدا تقل من الرز على طول. بقى توطي عليه النار سهرايه خالص، تديله قلبايه كده وتوطي عليه النار. بصي سهرايه، وبعد كده هيطلع معاكي بالجمال والعظمه اللي حضراتكم شايفينها دي. الرز طالع معانا بقى مفلفل وجميل، حبه بحبتها، شكله جميل، الطعم بسم الله اللهم بارك زي ما حضراتكم شايفين كده. ودي كانت وصفه سهله وسريعه وعلى الماشي كده. اتمنى بقى من كل قلبي يكون الفيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم بقى فيديو النهارده لايك اشتراك تفعيل جرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي الجديده اللي بنزلها. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده سهله وبسيطه وعلى قد الايد. سلام.